طب احب اقول لكم حاجه بقى عشان نقفل القصه دي خالص، ونقفل القصه جت في ايده ولا ما جاتش في ايده. تعال اقول لكم الحديث. ما هو زيزو بقى حبيبي، وزيزو كان في النص على فكره وموجود وفي الحاله، ومحمد المغربي بيتكلم وابراهيم نور الدين بيرد عليه، وراح شاف الحاله ورجع وكلام من هذا القبيل يعني. وكان كابتن ابراهيم نور الدين قدام الكره على طول بياردتين، يعني قدامه، يمكن عينه خانته مثلا، هو شايف الكره قدامه. هو ورط نفسه، ما جاتش في ايده، بس هو حسب عشان زيزو كان منفرد وهيجيب جون. طيب سيبكم من القصه دي خالص. اقول لكم الحديث اللي دار. كابتن ابراهيم نور الدين اللاعب وقع على الارض وهو قايم، جت في ايده وفي راسه. يعني الكره جايه كده، راح جايه في ايده وراسه، وراح عاملها كده وجت في ايده وراسه، وهو بيرفع ايده جت في ايده وراسه. طب يا عم خالد وانت هتالف؟ لا انا مش هالف خالص، انا مش هقول لكم رايي ولا اي حاجه، هقول لكم الحديث اللي دار. محمد مغربي كان بيعترض على الكابتن ابراهيم نور الدين، بيقول يا كابتن ابراهيم انا مش قصدي انا مش قصدي. وبعد كده يا كابتن ابراهيم نور ده انا بسند عشان اقعد، والسند ما فيهاش، اما بتيجي تسند بايدك تعمل تاكلينج وتسند بايدك والكره جت في ايدك وانت بتسند، ما تعتبرش ضربه جزاء، لان السند في القانون حتى لو جت في ايدك ما تتحسبش. فكابتن ابراهيم نور الدين قال له لا ده مش سند، انت بعد ما سندت بترفع ايدك، ده رياكشن جديد. تمام. فبيتكلم بيقول يا كابتن انا مش قصدي. فراح زيزو قال لمحمد مغربي على فكره الكوره جت في ايدك. فمحمد مغربي قال له ما انا عارف انها جت في ايدي، بس انا مش قصدي، انا كنت بسند. يعني الحديث اللي داير ما بين كابتن محمد مغربي كابتن زيزو والكابتن ابراهيم نور الدين الحكم هو حديث على فكره ان الكوره جت في الايد. جت في الايد، لكن هل هو بقى قصده؟ هل هو كان بيسند وده رياكشن جديد؟ زيزو بيقول له جت في ايدك، قال لي انا مش قصدي. جت في ايدي بس مش قصدي. ده كان الكلام، لان طبعا ابراهيم محمد مغربي عارف ان في فار، فالفار هيشوفها فهيلاقيها انها جت في ايده. التصوير ما بينش بنسبه مليون في الميه الكره جت في ايده ولا ما جتش في ايده. لكن الحديث اللي دار ما بين محمد مغربي، ما بين ابراهيم نور الدين، ما بين زيزو، ان الكوره جت في الايد، وان هو بقى بيسند، اصل هو دي رياكشن جديد، اصل هو ما كانش قصدي. يعني كل الكلام اللي بيتقال ان الكوره ما جاتش في الايد خالص كله كلام عاري تماما من الصحه، لان الحديث اللي دار ما بينهم ملوش علاقه ان الكوره جت في الايد ولا ما جاتش في الايد. لا الكوره جت في الايد. هو علاقه بقى انا مش قصدي، انا اصل انا كنت بسند. لا انت مش سانده، ده انت بعد ما سندت رفعت ايدك ودي حركه جديده. زيزو بيقول له جت في ايده، ايوه جت في ايدي بس مش قصدي. ده كان الحديث اللي داير ما بينهم. وبالتالي كل ما الناس اللي بتتكلم بيقول لك ما جاتش في ايده خالص وكلام من هذا القبيل غير حقيقي. نمره 2 بقى كابتن ابراهيم نور الدين، احنا شفنا كابتن محمد عادل بيحسب اتاحه فرصه في كوره بتاعت سافيو، فاكرين في ماتش اعتقد كان ماتش ايه، طلائع الجيش، كان ماتش طلائع الجيش، بيحسب كوره سافيو، اللاعب جت في رجله، حارس مرمى جت في قصبه رجله وخبط في سافيو، بعديها الحكم ما حسبش حاجه، الكوره راحت لمعرفش مين، راح نزل جابها بايده، راح الحكم حسب تيت، راح حسب ضربه جزاء. فقال له الكره اللي جابها بايده ما فيهاش حاجه، فقال لك لا اصل انا كنت حاسب ضربه جزاء على بتاعه سافيو اللي قبليها، مع انه ما صفرش. قال لك اتاحه فرصه. يا جماعه اتاحه الفرصه مش موجوده في ضربات الجزاء. وبالتالي النهارده لو كان كابتن ابراهيم نور الدين ساب الكوره وهي انفراد لزيزو، كان دي اتاحه فرصه ولا مش اتاحه فرصه مثلا يعني؟ وبالتالي الضربات الجزاء ما فيهاش اتاحه فرصه. فلو في ضربه جزاء هي اهم فرصه. يعني انت بدل ما تتيح فرصه، لو كانت الفرصه دي مثلا جون فاضي واللعيبه هيحطها ماشي، لكن اتاحه فرصه في كره ممكن تترقص وتشوط وواحد بيقع دي لا، ضربه جزاء اهم، دي الفرصه الحقيقيه اهم من انت تتيح فرصه. خصوصا ان في البروتوكولات عامه في لوائح او مفهوم القانون ان مفيش حاجه اسمها اتاحه فرصه في ضربات الجزاء، وعمرك ما هتشوفها في اي حته في العالم ان واحد بيتيح فرصه في ضربه جزاء وبعد كده يرجع يحسب قبليها ب3 ثواني، والكلام ده ما بيحصلش غير فاولات في نص الملعب. تمام. وبالتالي يا جماعه كل اللي اتقال ان الكره ما جاتش في ايده هذا كلام عاري تماما من الصحه. وكل اللي قال بنى وجهه نظره على كمان، حتى اما بتشوفوا الكوره رايحه كده راحت كده، راح يعني الكوره رايحه كده لمست راحت بدماغ. يعني الكوره لو ما جاتش في الايد ما كانتش هتيجي كده في ايد في دماغ، كانت ممكن تروح رايحه كده.
على العموم دي وجهة النظر. طيب الكرة التانية بتاعت محمد عبد الغني، خدوا بالكم بس عشان ده قانون يا جماعة، وانا بفسره باللي انا عرفته من كابتن ياسر عبد الرؤوف من بعض الحكام. طيب اللي بيحللوا بجد، اللي هم ما لهمش انتماءات بقى وما لهمش وجهة نظر. تعرف ياسر عبد الرؤوف على قناة الزمالك بيقول لك الكرة مش ضربة جزاء، الكرة ضربة جزاء. يعني ياسر عبد الرؤوف فير ومن احسن المحللين الموجودين. طيب